عليكم الرحمة. خذوا هذا الفيديو لواحد من آباء البنات اللي تنمروا على الطفل مريم الشحي، وتعرفون البذرة الوسخة هذه وين جت، ولنا رد بعدين إن شاء الله. قول هذا اللبس يغير بالنفسية على طول. يعني أنا من لبسته والله خسرت نص أصحابي، نصهم تهددتهم أسفرهم، ونصهم هددتهم أفنشهم. رب ما يشلحه هذا، وعاد أترجاهم يسامحون. يعني عادي تحس حالك أنت مثل سوبرمان، تلبس شيء تحس حالك قوي. وأنا هذا اللي حاس فيه، يعني خوفي أشلحه وارجع نفسي، وعاد أترجى الناس يسامحوني. حسبي الله. حتى لو انت مو موجود في الدولة، ضرش لك فيزا توصل هني، اشغلك افنشك واسفرك، الله لا يسفرك. وهي هذا اللي قاعد يبعث لي ان هذا اللبس ما يليق لي، والله بنعال والله بنعالي. عيب عليك، خلاص استني الجواز انا بس واسفرك، الله لا يسفرك. اسم بنتي يعني كلوي خويه، ما هذا اللبس ما يمشي. يعني شو نسميها؟ زليخة. ان شاء الله باكر بغير اسمها زليخة خلاص. شنو كلوي؟ هذا اللي قاعد يبعث لي ان هذا اللبس ما يليق لي، والله بنعال. خلنا ناخذها حبة حبة، وبعدين إن شاء الله بنوصل للتقرير النهائي. استهزاء بشعب الإمارات، استهزاء بدولة الإمارات، استهزاء بلهجة شعب الإمارات، استهزاء بعادات وتقاليد شعب الإمارات، التبلي والتهجم على دولة الإمارات وأبنائها وشعبها بأنهم شعب كل همهم أنهم يجون يفنشون الوافدين ويذلونهم إلى آخره من هالكلام. وهالتبلي اللي هو غير صحيح أبدا. شعب الإمارات ودولة الإمارات ما في دولة في العالم ما كانت تقدر أنها تساعدها إلا وقدمت كل المساعدات اللازمة، وكل ما احتاجت لبينا نحن موجودين. وما في جنسية في العالم ما دخلت دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة تحتوي على أكثر عن 200 جنسية، وهذا تقريبا عدد دول العالم. طيب لما نحن مثل ما أنت تقول نذل ونحقر ونسفل في الوافدين، شو جايب كل هالجنسيات عندنا؟ تقريبا 8 مليون وافد عندنا في دولة الإمارات. إذا أنت بالفعل كلامك صحيح، ليش هذول كلهم عندنا؟ خلينا الحين نفسنا من الكلام الصحيح وغير صحيح. خلنا نتفاهم معك. أنت يا زبالة ويا سفل، يا اللي ما تسوى والله النعال اللي تكلمت عنه. لما أنت بنتك تطلع بهالطريقة، فأنت شو؟ أنت بدل ما تطلع تعتذر عن تربيتك الوسخة، أنت تقول الحين والله أنا لابس هاللبس وأنا بفنش وبيه وبسوي وترى بس الجواز. قسما بالله أنك ما بتشم الجواز الإماراتي. أنت ممكن تشم نعال إماراتي، هذا أكيد، وإذا تبغى حاضرين من عيوني سنتين. أما الجواز وين؟ أنت وين الجواز؟ جواز يباله، جواز إماراتي يباله رجال طال عمرك، مش أي حد يشيل. يعني أنا ودي أن الشرطة الإلكترونية والنيابة بشكل عام والمحامين يتحركون عسب يتفاهمون مع السفلة، لأن إذا طاح في يد إماراتي، شخص واحد إماراتي، ما يحتاج وايدين، شخص واحد إماراتي، بيعلم أن الله حق. ولكن عسى بتعرف ان احنا ما نهين الوافدين، ولا همنا ان احنا نسفل في الوافدين. نتمنى من الجهات المختصة التعامل مع هذا الزبالة. وبتقول لي حتى اذا كلامي هذا فيه قضايا، مو مشكلة، انا استحمل، انا راضي بقانون بلدي، راضي بقوانينه. اذا انا كنت غلطان اتحمل العقاب، لكن انت لازم يوجه لك مثل هذا الكلام. ولعلمك انا جدا محترم في الالفاظ، أقسم بالله جدا محترم في الألفاظ، مهما الألفاظ اللي أنت سمعتها تعتبر نافية. السلام عليكم.